زمان سمعت بعض الحاجات، وبعدين كان بيقول أنا بتساءل وألجأ للشيوخ المسلمين الأفاضل يردوا علي. فأصبح في حوار بينه وبين شيوخ المسلمين يردوا عليه. دي مسألة حوار، لكن أنا أحشر نفسي في الوسط. لكن إيه؟ هو معلش ما تزعلش، ده مش زعلان، لكن هو أشار إلى بعض موضوعات لم يرد عليها. ده في القديم أيام ما كنت بسمع. واحنا نرد عليه ليه؟ معلش يا حبيبي، ما تردش ليه؟ إذا كان داخل في حوار يقول أنا مجرد بتساءل وبطلب من شيوخ المسلمين الأفاضل إنهم يردوا. ما احنا نتساءل احنا كمان. معلش قال التساؤل الرضاعة الكبار وقعد يثبتها. ودي في مصر خدت دورها وقت ما وقت. لسه السنة اللي فاتت. وبعدين نتكلم على بول الرسول. معلش يا حبيبي ما تردش ليه؟ إذا كان داخل في حوار يقول أنا مجرد بتساءل وبطلب من شيوخ المسلمين الأفاضل إنهم يردوا. ما احنا نتساءل احنا كمان. القول قول الصوارم كي تسترد المظالم. الأنبا شنودة كان طالع وقال ان القمص زكريا لما بيسالوه في قناه فضائيه ليه ما بتخليش القمص زكريا يتادب مع المسلمين او يعرض اسئله للمسلمين، فهو ذكر بان دي اسئله وجاوبوا عليها المسلمين، فاحنا بنجاوب. انا هسال سؤالين اتنين على السريع كده، مش هاخد اقل من نص دقيقه. تمام. بعرض على مثلا بقول للقمص زكريا بطرس ليته يجيب على اخف سؤالين ممكن. السؤال الاولاني: يا حضرة القمص، إذا مات مسيحي وترك ثروة ضخمة فكيف توزع هذه الثروة على أقاربه؟ والمسيح قال في إنجيلك: من أقامني بينكم مقسما أو قاضيا أو مقسما. السؤال الثاني: يا حضرة القمص، لو تكرمت أين المحبة المدعاة في هذا النص؟ نص إنجيل يوحنا 14:26: إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون لي تلميذ. وجه العوالم أعضاء وجه العوالم. قول الصوارم كي تسترد المظالم. بابا شنودة لما كان بيتكلم على زكريا بطرس القصة ده يطلع بيشتم في الإسلام وكده. المهم ده بابا شنودة ان هو بيتساءل. احنا جبنا الكتب المسيحية دي وتساءلنا، لقينا الراجل ده حاطط صورة الثالوث كده. ده الإجابة بتاعتنا. نعم. هو ده التوحيد المسيحي. نعم. هو ده التوحيد. وصاغ من بعض قوم جيلا مع الفجر. وفي زي شيخ وسام كتير، ولكن أنا أرشح هذا الرجل لأنه كما قال يعني قال في ألفية مالك في اللغة العربية: ولكنه بسبق حائز فضلا. فانتخبنا الشيخ وسام لكي يناظره. هو دايما يقول أنا عايز إجابات. احنا بنقول تعالى وناظر الشيخ وسام، والله عز وجل يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، ويقول الله عز وجل: وجادلهم بالتي أحسن. أنا أدعوه أيضا إلى دعوة، أنا بذات نفسي أنا مش هناظر ولا حاجة، أنا أدعوه من هذا المنبر إلى المباهلة. نذهب إلى أي مكان يظن أنه مقدس، أنا أذهب إلى بجوار مسجد من المساجد أو هو جوار كنيسة من الكنائس، ونبتهل. أنا أرفع يدي وهو يدعو بأي طريقة، ونبتهل في وجود الحشد، نبتهل الله عز وجل أن ينزل لعنته على الظالم والكذاب منا. أنا أدعوه إلى المباهلة، والشيخ وسام عبد الله يدعوه إلى المناظرة. ما عاد في العيش خير إن ألجمتنا البهائم. واحد أشكر بقى يعني نيافة الأنبا شنودة اللي شجعنا على رد الشبهة دي، شبهة بول الرسول وشبهة الرضاعة الكبير المرة اللي فاتت، وأرجو نكون عند حسن ظنه ويكون عجبه الرد بتاعنا، وإن كان ما عجبوش الرد بتاعنا احنا عندنا المزيد ممكن جدا إن احنا نقوله، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. رسول أهل العزائم ما دنسوا لحمانا لو طوقته الضراغم. ونحن نقول للعالم كله: طلب منا أن نرد، فنحن نرد الآن ولن نسكت
لن نسكت حتى يسكت عن سيدنا محمد خير خلق الله كلهم. ونحن نقول للعالم كله طلب منا أن نرد، فنحن نرد الآن ولن نسكت، لن نسكت حتى يسكت عن سيدنا محمد خير خلق الله كلهم. الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم. نحن الذين بنينا حصوننا من وفي النهاية مش احنا اللي هنخسر يا جماعة. كسرى بالسوط فوق الغنائم. رسولنا من صنعنا هناة مجد ولن نسكت، لن نسكت حتى يسكت عن سيدنا محمد خير خلق الله كلهم. قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم. القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم.